فوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. يتفقوا على شيء يرضي الطرفين، والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشحا. وهنا سؤال وملحظ مهم جدا: لماذا بعد أن حث الله عز وجل الزوج والزوج على الصلح بقوله والصلح خير تكلم بعدها عن الشح؟ وأحضرت الأنفس الشح. إيه علاقة الشح والبخل بالصلح؟ لربنا عز وجل تكلم عن الشح والبخل وهو يتكلم عن الصلح؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وطيب ثراه في تعليق له على بعض أحاديث كتاب رياض الصالحين، قال: العلاقة أنه عند الإصلاح بين متخاصمين قد يحمل الشح كل طرف منهما على أن يستوفي حقه كاملا، وعندها لن يقع صلح أبدا. لازم لما نصالح بعض تسيب لي واسيب لك، تفوت لي وفوت لك، عايز حقك كامل وأنا عايز حقي كامل، لن يقع الصلح. وعشان كده ربنا عز وجل تكلم عن الشح وهو يتكلم عن الصلح. لابد لكل طرف أن يتغاضى عن بعض الذي له حتى يتم الصلح. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مسعد. نعم. بقول لحضرتك اتفضلي. انا كنت شاريه قطعه ارض على اساس انها تقسيط. فحبيت ان انا دلوقتي احب اسدها كاش. فهل دلوقتي لو مثلا هي مثلا ب5000 صاحب الارض قال لي هاخدها مثلا ب3 على اساس انها كاش، فده حرام ولا حلال؟ حاضر اجيبك ان شاء الله. طب ممكن سؤال برضه يا شيخ مسعد؟ اتفضلي. حضرتك انا بقبض، انا مندوب الصرف، فباجي اقبض بيفيد فلوس ويعجز معايا فلوس. ففي الحالة دي اعمل ايه؟ طيب حاضر، تابع معايا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي. وطي التلفزيون. اتفضلي يا اختي. السلام عليكم. يبدو الاتصال انقطع. أرجو من أي متصل، احنا خلاص بقى عندنا خبرة، يكلم الشيخ من التليفون مش من التلفزيون. أقول: الله عز وجل تكلم عن الشح في نفس الآية التي تكلم فيها عن الصلح، لأنه ربما حمل الشح كل طرف من المتخاصمين على استوفاء حقه كاملا، وعندها لن يقع صلح أبدا، بل لا بد عند الصلح من تغاضي كل طرف عن بعض ما له حتى يحصل الوئام والمودة إن شاء الله. وفي ضوء هذا الكلام الذي فات يتضح لنا جانبا من جوانب عظمة الحسن ابن علي رضي الله عنهما. سيدنا الحسن لم يحمله الشح بالملك على عدم الأخذ بالصلح، بالعكس، لما استشهد علي رضي الله عنه على يد الخوارج المجرمين وبايع الناس الحسن من بعده، تنازل الحسن عن الخلافة، عن الإمارة، بعد 6 أشهر لمعاوية رضي الله عنه، طواعية لحقن دماء المسلمين، وحتى تصدق فيه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال في حال صغر الحسن: إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الحسن بن علي رضي الله عنه الذي فعله تفسيرا عمليا لآية النساء، لم يحمله الشح بالملك على عدم إيقاع الصلح رضي الله عنه. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. ازاي حضرتك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله في نعم. معلش أسأل حضرتك الدعاء لوالدتي بالرحمة والمغفرة، هي لسه متوفية. حاضر. وفي نفس الوقت في سؤال عايزة أسأله لحضرتك. فضلي. أنا ليا 2 إخواتي صبيان كبار ما جوش زاروا والدتي 40 يوم في العناية المركزة، ولا لما توفت مشوا في الجنازة ولا حضروا العزاء. عايزة بس تقول لي كلمتين كده ايه اللي ربنا هيعمله فيهم، وتدعي لها يا رب يخليك بالمغفرة ويرزقها الجنة إن شاء الله. ربنا يغفر لها ويرحمها ويجعلها من أهل الجنة.
وينور لها في قبرها مد البصر ويجعله روضة من رياض الجنة. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مسعد. وفيك بارك. ونفع بك يا رب. الله يرضى عليك. معلش ليا سؤال عن حضرتك بمناسبة ان الصلح خير، يعني ففي مشكلة حصلت وعايزة اعرف ان زوجي مخطئ ام صائب يعني. بس ارجو الاختصار ان شاء الله. زوج اختي اتصل بيا على الموبايل يسألني عن والدتي. هو انا اديت التليفون لزوجي هو يرد، فقال له ايه الموضوع يعني، فقال له انا بسأل على والدتك، على والدة زوجتك يعني. قال له طب لما يبقى في موضوع اتصل بيه انا على الموبايل، بلاش تتصل على زوجتي. كويس. هل زوجي كده مخطئ؟ لان العيله كلها بتلومه وبتقول ان هو مخطئ يعني. دي زوج اختك ومش حرام او مش. لا مش مخطئ. مش مخطئ. بارك الله فيك. يا ريت هم يسمعوا حضرتك. لا زوجك لم يقع في الخطأ. بيقول لعديله لما تحب تسأل عن حمات حضرتك اتصل ايا كان الموضوع. عايز تسأل في اي حاجة كلمني انا. ايوه. تتكلم زوجتي ليه؟ اصل هي اخت مراتي. لا زوج اختي بقى التاني زعل وحلف على اختي بالطلاق ان هي ما تدخل بيتي. حاضر. شكرا. هكلم ان شاء الله. اتصال يا شباب. طب نستألف. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلح بين الناس ويأمر بالإصلاح بين الناس. أنا عايز المشاهدين الآن يسمعوا هذا الحديث عشان يعرفوا ضيعوا عبادة ثوابها قد إيه. عبادة عظيمة جدا، عبادة الإصلاح بين الناس. اسمع. روى أبو داود والترمذي والحديث حسن صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما هو خير ثوابا من الصيام والصلاة والصدقة؟ أقول لكم على عمل ثوابه أعظم من الصلاة ومن الصيام ومن الصدقة. إيه ده؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين بين المتخاصمين. إصلاح ذات البين بين المتخاصمين، فإن فساد البين بين الناس هو الحالقة. لا أقول حالقة الرأس ولكن حالقة الدين. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك عبادة الإصلاح بين الناس ثوابها أعظم من الصلاة والصيام والصدقة. مش تقول لي مينوب المخلص أصلا أنا حالف ما تدخلش بينهم، يا داخل بين البصلة وقشرتها. دي أمثلة شيطانية بتهدم أوامر ربنا. سؤال: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصام وعن فساد ذات البين بين المسلمين حالقة الدين؟ فإن فساد البين بين الناس هو الحالقة. لا أقول حالقة الرأس، حالقة الشعر يعني، ولكن حالقة الدين. البغضة، التدابر، تنافر القلوب. ليه النبي قال دي بتحلق الدين؟ الجواب: لأن البغضة والتدابر وتنافر القلوب سيترتب عليه كبائر في الغالب من نميمة وغيبة وحسد وحقد وشماتة. غالبا لا يذكر المتخاصمان بعضهما إلا بالسوء في غيابهما. ما هو بينهم عداوة، بيتكلموا عن بعض كويس في غياب بعض أبدا. أدي غيبة. إذا أصاب أحدهما شر شمت فيه الآخر، أدي شماتة. إذا أصاب أحدهما خير حسده الآخر. شوف الراجل ربنا عمال يديله يعني ربنا يا أخي، فلا إما يقع في الغيبة، لا إما في الحسد، لا إما في الشماتة. وكل هذه كبائر تحلق الدين، تذهب بالحسنات، تأتي بالكوارث والذنوب والبليات. فإن فساد البين بين الناس هي الحالقة. لا أقول حالقة الرأس ولكن حالقة الدين. وروى مسلم